أهلا وسهلا بكم أصدقاء القناة مع آخر الأخبار والمستجدات. لكن قبل البداية رجعنا أصدقائي تفضلوا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وباش نبقاو باتصال مع بعضنا إن شاء الله. اشتعلت هذه الأيام فتيل التصريحات والتصريحات المضادة بين الإعلامي سمير الوافي والكرونيكوز مريم الدباغ، وتراشق التهم بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قد سبق لمريم الدباغ أن نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص تهاجم فيه سمير الوافي وتصفه بالمتحيل وفار الحبوسات، وقالت في هذه التدوينة: فما شكون كي غير خرج من الحبس وطلع في التلفزة يسب في مريم الدباغ، توا انت ما زلت كي خارج من الحبس وحالتك حليلة، عمل على روحك ونقص من المشاكل، تبس راسك في التراب وفك عليك من المشاكل، ما فما حد يحترمك ونافخ روحك بالفارغ، انت اخمج عبد، والولاية اللي تحكي عليهم بعثوا لي تصاورك وتسجيلاتك الفاضحة في سهراتك الليلية، ابعدني خير لك ولا راك تندم. وكرد على الكلام هذا نشر سمير الوافي تدوين على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي قال فيها أنه سيقاضي مريم الدباغ وسوف ينتقم منها شر انتقام، وسوف يكون هذا الانتقام عبر القانون. وقال: أنا لا أرد على الثلب والقذف الذي مصدره المواخير، ولا أصارع الخنازير في الوحل الذي تستدرجني إليه وتستمتع به، ولن أنتبه إلى دروس الشيطان ينهى عن المنكر. وأضاف سمير الوافي: ردي الوحيد سيكون عبر القضاء، وهناك لن أتنازل عن حقي ولن أنتقم إلا بالقانون، وكل من يدعي أنه محمي بعلاقاته المشبوهة وأنه فوق القانون سأفضحه وأفضح من معه وعلاقاته ومن يحميه. وقريبا موعد أول جلسات حيث سيصلكم ردي قوي جدا والمزلزل، وكل شتيمة استهدفتني ستتحول إلى قضية، ما فعلته بالقانون وعبر المحامين، وأكتفي بذلك بدون جعجعة فارغة، لأنني مشغول فقط بعودتي إلى العمل، ولا وقت لي لأضيعه مع رائدات المواخير.